السلام عليكم ليفي، ان شاء الله تكونوا ملاح. مرحبا بكم في قناه يومياتي. اذا اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس هكا باه يوصلكم كل جديد. اليوم ليفي مانيش راح نطول عليكم بزاف، راح نقول لكم على حاجه استعملتها انايا وعجبتني، قلت بوركوا با نبارطاجيها معاكم. بالك البنات اللي عندهم حتى هما مشاكل في البشره تاعهم وبغاو يلقاو لها الحل. راح نقول لكم عليه. هذا الحل هذا اللي هو خل التفاح، كما راكم تشوفوا فينيغ دو بوم. انا استعملته صافي با لونطون، صافي كو 3 موا، بصح لقيت فيه نتيجه عجبتني بزاف. مالغري رحت من قبل للديرماتولوج عطاني دي بوماد ودرتهم بصح ما كانش نتيجه. اشاك فوا ناكل حاجه ما توالمنيش كيما طوماط ولا شوكولا ولا ينوض لي حب رقيق، ولا سوا كي نخرج برا كي تكون سخانه بزاف في الشمس ثاني ينوض لي حب رقيق sur le visage وفي لو كو تاعي aussi. سي بور سا كي استعملت هذا لو فينيغر دو بوم وعجبتو عجبني، قلت بوركوا با نقول لكم بالك حتى نتوما تسيهو يعجبكم. لابو تاعي ميكس غراس على لي كوتي شايحه، وسور لو ني والفوق لهنا جهه الحواجب ولو مونطون غراس ثم وين تخرج الزيت. راح نقول لكم كيفاه نديروا لو فينيغر دو بوم. ماناش راح نديروه بحدو، راح نخلطوه بالماء، راح نحكمو 2 كويير كيما هذه، ولا نتوما ديروا بعينكم. ليسونسيال يكون الماء اكثر من الخل، كاسيو بيسك الخل قاطع كيما هكا. وبيان سور راح ديروه في بتيت بوتاي، ما تحتاجوهاش ديروها سبيسيال هذا لو ليكيد هذا باش تستعملوه وتحطوه دوفون لو سافون. الصباح كل ما تغسلوا وجوهكم تستعملوه، ولا في الليل ثاني قبل ما ترقدوا تمسحوا به وجوهكم. مليح خل التفاح ينحي لي طاش مارون من الوجه، ينحي الزيوت هذوك السائله ثاني الزائده عفوا، وتحسوا بشرتكم خفيفه كي تستعملوه هكا. وتحكموا ان كوطون وديروا عليه. ابخي تمسحوا الفيزاج تاعكم، تمسحوا الرقبه، تقدروا تفوتوا حتى الرقبه من اللور جهه الظهر في الكتاف في لي زيبول، وتمسحوا ديليكاتمون لا عقل كيما هكا، وتخليوه ما تمسحوش من وراه بالماء، تخليوه. هذا هو، هذه هي لاستيوس اللي سيتها وعجبتني وقلت نبارطاجيها معكم، وان شاء الله تكون عجبتكم. ونتمنى البنات اللي عندهم دي بروبليم في لابو تاعهم، ولا بغاو عندهم دي طاش في الوجه تاعهم مارون هكا تسمى ان بو فونسي، ولا كيما يشبه مش للنمش هذاك، بصح النمش ما يتنحاش بخل التفاح، بليك النمش خليقه ربي اللي خلقو. تسمى لي طاش نواغ كيما الدسه ثاني تفتح لا كولور تاعها بالمداومه تاع خل التفاح. هذه هي، ان شاء الله نكون اعطيتكم حاجه تستفادوا منها كما استفدت انا منها، ونتمنى تجربوها. وما تنساوش ديروا لي لايك وديروا لي اشتراك هكا باش تشجعوني ونزيد نواصل في لي فيديو. هذه هي، وصلنا لافان تاع لا فيديو. سلام، الى الفيديو القادم ان شاء الله.